السلام عليكم ليكيب جيسبر كو راكم بيان معاكم ناروكس بفيديو جديد. خوتي كيما شفتوا حطيت لكم المره التاليه بوست في اليوتيوب، قلت لكم اي واحد عنده قصه ولا حاجه حابين نحكيوها يكتبها لنا ولا يتواصل معنا في الانستغرام ونحكيوها. بصح ما كاش اللي جاوبني. اليوم جبت لكم 3 قصص تاع رعب ما فيهاش رقاد. نتحداكم نشوفوا الفيديو في الليل وتكملوه وتركتوا نروح. خاطر قبل ما نبداو، اذا عجبكم المحتوى هذا وعجبكم الفيديو ما تنساوش لايك اند سبسكرايب خلينا نزيدو نكملو. اي واحد عنده قصة ولا اي حاجة حابين نحكيوها، خليها لنا في الكومنتار ولا يتواصل معنا في الانستغرام اللي حيكون في الديسكريبشن، ولا نخلي لكم تصويرته هنايا. تنويه بسيط قبل ما نبدا خوتي، يمكن برك هذه القناة ماهيش قناة قصص برك، هي قناة متنوعة، يعني أي حاجة تحسها يعني حاجة شابة ومليحة نحطها لكم في القناة. خوتي طولنا بزاف في المقدمة، خلينا مع القصة الأولى. صاحبة الحكاية تقول بلي انتقلت لبيت جديد، وأول مرة دخلت لهذا البيت حسيتها ماشي نورمال وبيزار. تحس بلي واحد أو يشوف فيك والهوا ثقيل وما تقدرش تتنفس آلاس. كانت دايما تحس بهذا الشعور وجوز اليامات، ودايما تشوف خيالات في الطرف تاع العين تاعها، وتسمع أصوات كي تكون راقدة وتسمع همسات، وحتى كانت تسمع واحد يكسر في الحطب بس ماهيش عارفة وين. جاتو اليامات وكان دايما المرأة هذيك شاكة في هذيك الدار بلي كاينة حاجة بيزار فيها. حتى واحد النهار كانت قاعدة مع وليدها، كان هو يرسم وهي كانت تطيب. هي سقساها بكل براءة الطفل، قال لها: ماما، شكون هذه المرأة يضل تخزر فينا من البالكون؟ هنا المرأة ترعبت، سقساتو قلت له: ماك حتى مرأة؟ أكشر بلي شفت مرأة؟ قال لها بكل ثقة: إيه، دايما نشوفها وهي تخزر فينا من البالكون. هنا المرأة الخوف تاعها زاد بزاف، ولات تنسي روحها ولا تقنع روحها بلي هادي ماكش منها. حتى واحد النهار وهي راكدة في بيتها مع القطة تاعها، قاعدة تلعب مع القطة، حتى تسمع في صوت خطوات في البالكون. قاعدة تقول لروحها بلي بالك الريح، بالك مانيش عارف، قاعدة تزيد تنسي روحها. حتى فجأة تسمع دقديق في باب الغرفة تاعها. هنايا القطة اللي كانت راكدة عندها ناضت وبدات شغل توغ هذيك الباب، ولا مش توغ، خلينا نقولوا مش عارف كيف يديروا خطوطك شغل كي يشوفوها كحاجة بيزار. تتوغا الباب وشعرها وقف شغل وخافت القطة. هنايا فجأة تسمع المرا صوت تاع وليدها وهو يتوغ في الغرفة. هنايا راحت تجري لوليدها وقالت له: واش كاين واش كاين؟ شافتو معنق الدبدوب تاعو راقد في البنك ويبكي. دالها بصباعو على الركن تاع الغرفة. هي غير غزات في الركن تاع الغرفة شافت خيال، بصح هي جات تركز معاه شغل تشوف مليح حتى صبتو وراه. هنايا المرا راحت لوليدها قالت له: ما تخافش راني معاك، ما كاين حتى واحد. دازو اليامات والمرا كانت تحكي وتقول: كنت راكدة وحدي، أيا فجأة نسمع صوت نوضني. راحت تشوف اش كاين حتى تشوف مرايا مكسرة في الكولوار ولا في الأول. هنا ما فهمت والو المرا، حتى واخا راجع راجلها زياد تحكيلو واش كاين، مي هو ما كانش مصدقها قاع. قال لها: راكي غير تتخيلي، راكي تبري ربي هذاك توتر تاع اللي راح لنا جدد وكذا. ما كانش قاع مصدقها، وهي ما عرفتش كيف تقنعه بلي راهي تسمع صوالح بيصار وتشوف عفايس بيصار، حتى القطة تاعها ولات ما تدخلش لشي بيوت. وخطرة والمرة راكدة مع راجلها تسمع حس من الإيطاج الفوقاني. أنايا خافت، قلت قالت بالك الريح ولا ما السيد كيف تقنع روحها بلي ما كاين والو. وهي راكدة زادت سمعت حس تاع الضحكة مستفزة من الإيطاج الثاني. هنا نوضت راجلها بالسيف، قالت له: روح شوف واش كاين في الإيطاج الزوج. طلع راجلها وكما كان الحال ما صاب والو. قال لها: عاد رقدي، راكي غير تتخيلي. فاتوا اليامات، الرسمة تاع الطفل قاعد تبدلو، ولا يرسم دايما راجل رقيق وطويل وشاحب وعينيه فارغين. خطرة وهي قاعدة تخمم قالت: لازم نجيب شخص
مختص في هاد الصوالح باه يشوف واش بيها الدار تاعي. هنايا جابت واحد يعرف على هاد الصوالح، بلا خلينا نقول مختص في هاد الصوالح. دخل للدار، أول ما دخل للدار انقلب وجهو، سقسيها أول سؤال قالها: تكسرت هنا مراية من قبل؟ هنا المرأة تفكرت المراية اللي تكسرت كي كانت هكذا، قالت له: إيه تكسرت مراية من قبل. قال لها: هذه الدار ماهيش نورمال، راكم ساكنين وحدكم. هنايا المرأة خافت، قال لها: لازم نديرو لها تطهير في أسرع وقت. بدا الراجل يدير لها في التطهير تاع المنزل، بصح أنا بداو الصوالح بيزار يصراو. بدا الضوء يشعل ويطفى وحدو، بدا تسمع صوت صرخات وضحك وشمئسة. وهنا وهي قاعدة غصرت في البالكون وتشوف هذاك الراجل اللي كان يرسم وليدها الصغير، جاي طويل شاحب، عينيه فارغين ورقيق. هنا المرأة خافت بزاف، وجازو اليامات وهي تحكي باللي خلاص وعرفت الأمور كلام صارين لي، وليت دايما نسمع الأصوات وصاعدت عليهم، ومام وليدي ما ولاش يرسم كيما كان، ولا يرسم غير صوالح البيزار. مام هذيك المرة اللي كان يغزر فيها من البالكون ويقول لها يشوف فينا، وليت حتى أنا من داك يشوفها. تقول صاحبة الحكاية بلي كانت طفلة تقرا في الجامعة وشابة بزاف مدينة لأبعد الحدود. جا واحد قدم لها وخطبها، وهي كانت فرحانة، بصح صحابتها كامل غاروا منها. بعد 6 شهور وهي مخطوبة، خطيبها قرر يفسخ الخطبة بلا حتى سبب. سقساتو عليه، قالها: حتى أنا ومانيش عارف شنو هي السبة، راني حاسة هكا بشعور غريب. هنايا زادو يامات، ولا خلينا نقولو زادو أعوام، زاد واحد جا تقدم لها وخطبها. وبعد 3 شهور من الخطبة، خطيبها دار حادث مرور وحكى لي بلي شاف كوابيس، والسبة تاعهم قاع هي خطيبته، وقرر يفسخ الخطبة هو ثاني. هنا الطفلة ما فهمت والو، قالت: ما فهمتش واش بيا علم كاع يفسخوا الخطبة كيش ما درت اني انا متأكدة بلي ما درت والو انايا. وفي واحد النهار مور سمانتين ملي فسخت الخطبة تاعها مع خطيبها الزوج، كانت راكدة في غرفتها، حتى تنوما منام بلي كانت هي لابسة لبسة شابة بزاف، وكانت مع واحد في حديقة خضراء، وكانوا يلعبوا، حتى شتا من يدها وقال لها بلي: انتي ليا برك، ما نسمح بحتى بشري يديك مني. هنا عليها الطفلة قالت بلي بالك هذا منام نورمال تاع أي واحد ينومو، تاع منام زواج عادي. فجأة تسمع حس في وذنها يهمس، قالها: انتي ليا برك. هنا الطفلة ما فهمت والو، قلعت تتوه هكا واش كاين. باباها ويماها جاو حكات لهم الحكاية. هنا عرفوا باللي هادي ماشي منام نورمال، بلي كاينة تدخل في الموضوع. هنا يماها وباباها قرروا هنا يماها وباباها قرروا يتدخلوا في الموضوع ويجيبوا لها راقي. كي حكيت القصة تاعها ولا المنام تاعها للراقي، قال لها: هذا ماشي نورمال، هذه واحدة من صحاباتك راه دايرت لك السحر. قال لها: اسكو بتي مع واحدة من صحاباتك ونسيتي الملابس الداخلية تاعك عندها؟ أنا تفكرت بلي صاحبتها لانتين باتت عندها في رزقتها، راحت ليها ديريكت مباشرة، قالت لها: وراه السحر اللي درتيهولي. هنا صاحبتها بدات تبكي وقالت لها: إيه أنا درت لك السحر خاطرش كنت غيرانة منك، اللي اللي تقدم لك يعني كنت معجبة بيه أنا وكنت حابة يتزوجني أنا، باش انتي ودرت لك السحر في الملابس الداخلية تاعك. هنايا الطفلة هذيك اللي هي صاحبتها طاو السحر للراقي وفك السحر، بصح الأمر ما خلاصش هنا. الجن ولا الخادم هذاك اللي دار السحر اللي سحر الطفلة طاح في حبها ولا يحبها. جازو اليامات، الطفلة تخطبت بصح هكاك وقاعدة تحس بلي حياتها ماهيش نورمال. كانت دايما تسمع في وذنها واحد يمسلها ويقولها: انت ليا برك. وهنا خلاص الحكاية تاعنا. سو خوتي، هنا يكون خلاص الفيديو تاعنا. كنت حاب ندير لكم 3 قصص من الله غالب، ستوكاج ما كاش في التليفون ما خلانيش كاع نصور، يعني كي كنت نصور هذا الفيديو عذبني بزاف. اسم خوتي، اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم وحبيتونا نكملوا في المحتوى تاع القصص
قُل لنا في الكومونتير وخلي منا لايك and subscribe خاوتي، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Peace out.